السعي والتحقيق والتنفيذ والوصول. الرغبة صفة من صفات لاعب الكرة، لازم تكون عندك. وانت كمان كمدرب تقدر تشتغل على الرغبة من خلال هدفك الرئيسي. في البداية كده لازم تصلي على حبيبك النبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكابتن سعيد المصري. التمرير والمنافسة، وده كان هدفنا اليوم. معنا اليوم موزة ومارادونا وديدا وخالد صقر. النقاط الفنية جزء أساسي ورئيسي في نجاح هدفك، والنقاط الفنية بتختلف من هدف لهدف أو من حركة إلى مهارة، ولكن احنا عندنا ثوابت مشتركة في النقاط الفنية بين الحركة والمهارة والهدف. دايما بقول ان التدريب قصة بحكيها دايما للمدربين واللاعبين، والقصة عندي هنا الوسيلة اللي انت توصل بيها لأي مكان. بمعنى لو انت مسافر اي محافظة او اي دولة لازم تركب وسيلة، لا اما سيارة لا اما طيارة، والتمرير والجري بالكرة هي الوسيلة اللي هتقدر توصل بيها لهدفك. وهدفنا اليوم مشترك بين المهارة الأساسية والمهارة المكتسبة. وانت كمدرب او لاعب عمرك ما هتقدر تشتغل على المراوغة إلا لما تشتغل على التمرير والجري بالكرة. وخلي بالك إن المهارات الأساسية هي الطريق الوحيد الرئيسي اللي تقدر توصل بيه للمهارات المكتسبة. وكمان استحالة تقدر تشتغل على المهارات المكتسبة إلا لما تمر على المهارات الأساسية. من الآخر كده المهارات الأساسية تأشيرة دخول للمهارات المكتسبة. علشان كده شرط أساسي في البرنامج التدريبي لازم يتم وضع المهارات المكتسبة في كل المراحل. وتوزيع المهارات المكتسبة في البرنامج التدريبي لازم تتحط باحترافية في كل المراحل، في التجهيز والإحساس واكتشاف والتأسيس، وقبل التكوين والتكوين وبعد التكوين. هي دي المراحل اللي انت هتشتغل عليها في قطاع البراعم. علشان كده في البرنامج التدريبي لازم يتم وضع المهارات المكتسبة باحترافية في كل المراحل. وأنا عن نفسي وعن مدرستي التدريبية وأنا شغال في البرامج التدريبية بحط في الاعتبار الفئة العمرية والمرحلة والشكل والأداء والزمن. هنرجع بقى مع موزة ومارادونا وديدا وخالد صقر، ما عندهمش أي مشكلة وهم شغالين. احنا في بلدنا مصر وفي الدول العربية عندنا كنز كبير، البراعم ثروة قومية نقدر نكسب من وراهم الملايين، ولكن يا ريت نشتغل صح بدون محسوبية ولا واسطة. أهل المهنة لازم يكونوا مسؤولين في الاتحاد، واحنا بفضل الله عندنا أهل المهنة كتير. علشان انت كمسؤول تشتغل وتعلم مدرب براعم لازم تكون من أهل المهنة. دمتم في حفظ الله، وتحياتي ليكم وعلى الله التسهيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.